السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض شوية فول مدمس بطريقة جديدة كده، وفيها أكتر من تركة مش متعودين عليها. ليه بقى؟ لأن الفول اللي إحنا بنشتغل بيه دايمًا اللي هو الفول البلدي اللي بتبقى حبايته كبيرة كده ومفلطحة وبيضة. إنما ده فول أنا مش عارفة اسمه إيه بصراحة، حبايته صغيرة شوية ولونه حتى يعني مش مائل للبياض أوي زي الفول البلدي. فأنا قُلت أعمل له التركات دي ونشوف النتيجة مع بعض إيه هتكون في الآخر. جبت الفول طبعًا وغسلته كويس جدًا ونقعته من قبلها بليلة مش أقل من 12 ساعة، عشان أنتم عارفين أي بقوليات لازم تتنقع عشان بيبقى فيها مادة لو ما اتنقعتش ونزلت منها من البقوليات دي بتمنع امتصاص المعادن في الجسم. بعد كده جبت بقى إيه الحلة، حطيت فيها بتاع معلقتين 3 زيت وسخنتهم على النار وقلبت فيهم الفول زي ما أنتِ شايفة تقليبة كويسة كده، ياخد يعني تحميصة أو تشويحة زي ما بنقول، وتتغلف كل حباية من الفول بالزيت. نزلت عليه بكوباية من الفول المدشوش، كوباية من العدس، كوباية من الجزر المبشور. كل دي زي ما انت شايفة فيتامينات طبعا تحفة جدا. وادي كمان التركة الجديدة او التانية بقى اللي هي معلقتين من الخل. وبعدين الخل هنا بديل الليمون. وهحط كمان فص توم متقطع شرايح ومعلقة كبيرة من الكركم ومعلقة صغيرة مليانة من السكر، علشان يبقى مع الخل يعملوا على إذابة القشرة بتاعة الفول اللي لسه بصراحة أنا أول مرة أجربه ومش عارفة هيكون عامل إزاي. بعد ما قلبت كل ده مع بعضه في الزيت، واللي هي كانت التركه الاولانيه اللي مش متعودين عليها، هانزل عليه بالميه السخنه المغليه، بلاش ميه بارده. وحتى كمان في نص التسويه لو الميه قلت زودي ميه بتغلي، ما تزوديش ميه بارده على اي حاجه كانت بتغلي على النار. تمام. هنرفعه بقى على النار. واول ما يغلي كويس جدا هبدا اوطي النار خالص شمعه واسيبه بقى كده ايه يستوي مع نفسه. زي ما انت شايفة طبق الفول ده كله فيتامينات، يعني عدي كل الحاجات اللي موجودة فيه هتشوفي القيمة الغذائية اللي فيها عاملة ازاي. هنا في النص كده او يمكن في الربع الاخير من التسوية بدأت المية تقل شوية، لكن شايفة اللون عامل ازاي وما شاء الله بدأ ان هو يستوي خالص يعني. هنا بوريكم ان معلش البخار طالع على الكاميرا ازاي مستوي دايب تقريبا يعني. فانا بس حسيت ان المية بتاعته قليلة شوية، فقلت هزوده شوية مية مغلية وارفعه على النار ياخد غلوة كمان وبعدين ننزله. حتى دقت كمان طعمه لقيته حلو جدا ما شاء الله. يعني بتاع كوبايتين بس مية ياخد غلوة كده وينزل بقى ايه من على النار، نشوف هنعمل فيه ايه وهنكتشف اذا كان هو فعلا استوى وزي الفول التاني البلدي اللي احنا دايما بنحب ندمسه عن الفول اللي هو الحبة الصغيرة اللي انا اول مرة اجربها دي بصراحة. زي ما انتم شايفين حطيت شوية في طبق عشان تبقى الدنيا واضحة شوية يعني. ما شاء الله بيتهرس بسرعة جدا، دايب تقريبا، طعمه حلو قوي. يعني اللي عنده فول زي ده ما يترددش يعمله لو كنت خايفة ان هو ما يطلعش مستوي وبنفس الطعم بتاع الفول اللي انت متعودة تعمليه. بقولك بقى جربيه بالطريقة دي وإن شاء الله مش هتندمي. وطبعا لما الفول يبرد بنجيب أكياس التلاجة ونعبيه بقى ونشيله في الفريزر لحين استخدامه سواء في فطار أو عشاء. هنا بقولك الإضافات اللي ممكن تحطيها لطبق الفول عشان تزودي كمان قيمته الغذائية. بنحط زيت زيتون، بنحط طحينة، وشوفيها احنا عاملينها على القناة من وقتها أنا ما عدتش بشتريها خالص بصراحة، جميلة جدا. عندنا كمون، عندنا شطة، في ليمون، في فلفل أخضر، في طماطم. هو الطبق من غير الإضافات دي كلها طعمه حلو جدا بالطريقة اللي احنا عملناها دي. لكن لما كمان تضيفي له الحاجات دي هيبقى طعمه كمان احلى واحلى واكثر قيمة غذائية. يعني اتمنى يا رب تكون الطريقة الجديدة باضافة الزيت في الاول والخل كمان اثناء التسوية. مش هنحط ليمون مع الخل عشان ما تبقاش الدنيا محضضة قوي. وهنا ممكن تضيفي الليمون بقى اثناء الاكل. وهنا هنفرزنه بقى ونشيله في التلاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم اشتركوا في قناتي على اليوتيوب مطبخ اماني شتا. سلام عليكم.